انتوا عارفين ان رمضان ده فرصة هايلة جدا جدا علشان نخسر وزن كتير كمان، لانه الدراي فاستنج بيتميز كمان عن الانترميتنت فاستنج ان هو بيخرج الدهون من مخازنها عشان نستخدمها كمصدر للطاقة. علشان كده رمضان هو فرصتكم علشان تخسوا. ازاي بقى نتجنب زيادة الوزن في رمضان؟ عن طريق ان احنا ناخد بالنا كويس قوي بناكل ايه اول ما الاذان يأذن. بالنسبه لترتيب الوجبات، اول ما الاذان يأذن المفروض ان احنا هنفطر على تمر وميه، بس هنحط معلقه بذور شيا على كوبايه الميه دي. اولا هتقلل من امتصاص السكر اللي موجود في التمر، فهيخلي السكر بتاعنا ما يعلاش فجأة، لأنه احنا طول فترة الصيام السكر بتاعنا بيبقى منخفض. فعلشان نتجنب الزيادة الفجائية للسكر هناخد كوباية مية منقوع فيها بذور شيا قبلها بساعتين مع 3 تمرات، وبعد كده هنقوم نصلي، وبعد كده نرجع نبتدي ناخد الوجبات بتاعتنا بالترتيب اللي هقول لكم عليه. اول حاجه البروتين، تاني حاجه الخضار، وبعدين ممكن ناخد كربوهيدرات زي 4 معالق رز او مثلا 3 معالق مكرونه، حته سمبوسه. وهي دي الطريقه اللي هتخليكم فعلا تتجنبوا زياده الوزن في رمضان، وهتضمن لكم ان انتوا تخرجوا من رمضان وصحتكم احسن بكتير من قبل ما كنتوا في رمضان.